وقلت الناس. كلنا يتذكر اللقاء الذي جمع يوم 22 مارس بين قيادي هذا اليسار ومسؤولين في الجبهة المذكورة، منهم محمد يسلم بساط المستشار فيما يسمى بسفارة البوليزاريو ببلجيكا، وعبد الرحمن السالك ممثل البوليزاريو في دول البنيلوكس، إضافة إلى بعض الأجانب المؤيدين لهم. وكان من نتائج تلك المباحثات أن تم تخصيص مبالغ مالية مهمة لتمويل حركة 20 فبراير. Des Sahraouis réclamant le droit à l'autodétermination au Sahara. Le 13 février, la Voie démocratique a réuni son comité national extraordinaire et a décidé d'apporter son appui au mouvement du 20 février et a appelé à manifester le 20 février. El Adl Wal Ihsan a rejoint le mouvement, puis les partis de l'Alliance de la gauche démocratique. وفي ذات الموضوع دائما دعت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة رياضي إلى توسيع صلاحية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وذلك أثناء استقبالها بمقر جمعيتها لمجموعة الناشطين السياسيين الصحراويين المفرج عنهم. من جهة أخرى طالب اتحاد الحقوقيين الصحراويين من الاحتلال المغربي الإفراج عن جميع سجناء الرأي الصحراويين. محمد إبراهيم وهذه القراءة. قالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الجمعية تطالب وترحب بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. وأضافت خديجة التي كانت تتحدث في ندوة صحفية عقدت بمقر الجمعية مساء الخميس 14 أبريل على هامش إطلاق سراح 3 معتقلين صحراويين إذا كانت الدولة المغربية لا تريد توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان فما عليها إلا أن تحترم حقوق الإنسان في المنطقة. كيعملوا العنف كيوجدوا للتصعيد. كاين الناس هنا كانفصاليين وتحدى يقول لي شي واحد ما كاينش انفصاليين هنا. كاين الناس كيقولوا العالم المغربي ما غنهزوش. واش هادو حركه الاصلاح هذه؟ لا عايش معانا عايش في المغرب وسير معاه وما بغاش اللي بغاو يغيروا البلاد واحد من اللي بغى هذا 20 فبراير هيبطل هذا ما يبغى يغيروا البلاد قال لك ما رئيس البلاد ما راديش يهزها شك غير شك دراكوشك هذا دراكوشك هذا ماشي مغربي هذا لا مغربي نربوا المغرب ونجيبوا التراب ونجيبوا التراب نجيبوا راه هادو كيديروا البوليساري وهذا فكره قالت لكم يلاه صافي الميسر كاع عاقوا بكم الله دابا البنات انا مصطفى عاش الملك كنحب الملك كنبغي عاش الملك كنحبوا الملك عاش الملك لا للخونه لا للجردان لا للبوليساريو لا للخونه العملاء ساعه والترجمه المغرب طماينو اختي لمن القانون ما بيدفعش انا فخر بيع البنديره للملك ما كانتش عشان يفضل الحق سيدي هاد الناس هادو لماذا يريدون ازاله اماره المؤمنين؟ ازاله اماره المؤمنين. الهدف منها هناك استرزاقيين مع دول خارجيه لان الازاله ديال اماره المؤمنين ستؤدي الى فقداننا للاقاليم الجنوبيه، لان البيعه اللي كاينه مع المغرب ماشي مع ملك المغرب، كاينه مع كامير المؤمنين. هذا الهدف الاول. الهدف الثاني ديال الجماعه المحظوره هو انها ملي غادي هاد الاسترزاقيين تحيد لهم اماره المؤمنين
الخلافه او الخرافه، هادشي راه ما يمكنش يدوز في المغرب. لن يقبل اي مغربي اليوم، لن يقبل اليوم اي مغربي ان يكون الملك يجلس في القصر ديالو ويمشي يأدي الصلاه. راه المغاربه ما قابلينش هادشي. حنا راه حايرين غير مع رئيس ديال مجلس المدينه والملك كاين، وشنو كيدير؟ عاد الغد ليه غادي يجي عندنا حزب ونعطيوه هو وزاره الدفاع. كون راه هذا الشيء اللي وقع لنا في اليسار واحد مع العدل الحسن، كون طلعوا الطائره طحنونا. الله اكبر.